السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء بلقياكم في جلسة جديدة من جلسات قناتكم أخبار وثقافة. واليوم غادي نتحدثوا بعجالة على واحد القضية وقعت في تيمور الشرقية. تيمور الشرقية كان الأمين العام ديال الأمم المتحدة، جا باش يحضر معهم الذكرى ديال الاستقلال ديالهم، وكان بالبطوش بطبيعة الحال بأوامر من قصر المرادية توجه لتيمور الشرقية بدعوى أنها دولة انفصلت. مشى لحضور تهو هاد الدمية ديال الجزائر، واستغل هاد الظروف ديال تواجد الأمين العام للأمم المتحدة تيمور الشرقية. الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش ما فوجئ بالفندق وهو يقتحم من طرف بن بطوش. بن بطوش علاش؟ غير باش ياخد صورة مع الأمين العام للأمم المتحدة. هاد الصورة اللي خداها ومن بعد علقت عليها وسائل الإعلام الجزائرية بطبيعة الحال، وضخمت منها بأنه التقى مع الأمين العام للأمم المتحدة، وكانت المباحثات على قضية الصحراء، وناقش معاه قضية الصحراء وحماية المدنيين بالأقاليم الجنوبية المغربية. هاد النشر ديال المغالطات والأكاذيب ما غادي يزيد لهذا المشكل الجزائري المغربي إلا تعقيدا. فبعد مشكل اليابان، شفتوا المسرحية اللي داروها في اليابان، دخلوا واحد من المرتزقة ودخل معاه في المحفظة ديالو، دخل معاه العلم ديال ولا الاسم ديال الجمهورية الوهمية وحطوا قدامه، ولكن كان دخل واحد دبلوماسي مغربي نشكروه. وكذلك يعني كيفاش استطاعت المخابرات المغربية بنظرة استباقية بمهاجمة هذا الجزائري وهذا الصحراوي اللي دخل باسم جزائري ودارها اللافتة امام باش يتصور فقط، لان دائما خصهم غير يتصوروا باش يقولوا كنا حاضرين واستدعتنا اليابان وداتنا. الا ان اليابان بعد هذه الحادثه اللي تاسفنا عليها كثير، واللي تاسف عليها كاع الناس نظرا لانها تهين، هي اهانه للجزائريين والمغاربه، لان ما يمكنش تدخل في هذه المشادات امام العالم، وهذا الشيء يهين. الجزائر مشات لواحد الدرجه ديال الانحطاط الدبلوماسي، تقوم باعمالها، ومثلا تصوروا مع الامين العام المتحده في الفندق ديالو كينشروها. يعني ما هو اجتماع رسمي الا انك تفاجئ واحد وتقول له باغي ناخذ معك صوره، ما غاديش يقدر يقول لك لا ما يمكنش ناخذ معك صوره. اذا الجزائر بهذه الطريقه الصبيانيه غادي تخلي العالم كيضحك عليها على هذه التصرفات ديالها. وهذا الشيء اللي وقع السفير الصيني، وقبل انعقاد القمه ديال الصينيه الافريقيه حذر الجزائريين من تكرار ما حدث في طوكيو، لان اللي حدث في طوكيو كان فعلا مسرحيه هزليه، مسرحيه ما نتمنوهاش تكون، وما نتمنوش المنطقه ديالنا تزيد بهذه السخافه وبهذا الانحطاط وهذه الدنيا اللي يحاولوا الجزائريين باش يدخلونا فيها. للاسف الشديد نتمناو باش ما تكررش هذه الاعمال، والجزائر للاسف الشديد تحاول دائما معاكسه المغرب في جميع القضايا. حنا الخط ديال القناه ديالنا رغم بساطتها هو الدفاع عن الوحده، عن المقدسات ديال المغاربه. هذا هو الهدف ديالنا، ما نسيئوا الجزائر، ما نسيئوا لاي دوله عربيه ولا اي شيء، لان علمنا وتعلمنا من ملوكنا احترام الدول ويعني الاحترام المتبادل، لان اي دوله لا تهاجم المقدسات ديالنا، والمقدسات ديالنا كيعرفها الجميع، هو الله الوطن الملك، الاسلام، والوحده الترابيه للمملكه والملكيه. لذا احنا ما عندناش اي نهج لمهاجمه اي احد او الاساءه الى دوله عربيه او افريقيه او اي دوله. احنا نحترموا الجميع،
ونقدر الجميع، ولكن شريطة لا نتعرض لإساءاتهم، لأن الهدف ديالنا هو الدفاع كمواطن بسيط كيدافع على بلاده. هذا هو الهدف، وهذا هو المنهجية والتوجه ديال القناة. الذباب الجزائري كذلك، وهذا الشيء اللي كنقولوا ماشي اننا نهاجموا الجزائر، ولكن هذا راه واقع. استغل واحد الزيارة ديال رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الإثيوبية اللي زار المغرب، وحاولوا من خلال نشر الذباب ديالهم مواقع التواصل تسميم العلاقات بين مصر الشقيقة والمغرب. علاش؟ ربما الكثير من الناس ما يعرفوش علاش تسميم العلاقات، لأن إثيوبيا ومصر عندهم مشكل في سد النهضة، اللي هو سد إذا استعملته إثيوبيا غادي تنقص الماء على مصر، لأن هذا السد كاين على النيل، والنيل كما قال هيرودوت قديما، مؤرخ هيرودوت، مصر هبة النيل، يعني لولا النيل ما تكونش مصر كما كان. إذا مصر إلا نقص عليها السقي ونقص عليها السقي حتى الشرب غادي تكون في خطر، وهذا الشيء ما نبغيوش لمصر. ونحن هذه الاتفاقية ولا هذه الشراكة مع إثيوبيا لن تسيء إلى الشعب المصري الشقيق. حتى المصريين وخبراء ديال مصر قالوا نعرف أن المغرب ما غاديش يسيء لمصر، وما كاينش توجه للإساءة إلى مصر. إنما القنوات الجزائرية والمواقع ديال الجزائر حاولت وقد تدخل باسم مصريين باش يديروا تشنج بين المصريين، وهما الأغلبية ديال هاد الناس اللي دخلوا، ربما نساقوا بعض المصريين معهم، ولكن الأغلبية ديال هاد الناس اللي داروا هم جزائريين يريدون تسميم العلاقات المغربية المصرية. المشكل ديال سد النهضة مشكل مصري، والمغرب يلتزم الحياد ويحاول إصلاح ذات البين بين الأشقاء. كذلك زاد المشكل تعقيدا عندما مع إثيوبيا ومصر والصومال، لأن الصومال في واحد المنطقة استغلوا شي ناس الحروب اللي في الصومال والمشاكل اللي في الصومال، وعملوا واحد الدولة في واحد الجانب في الصومال، وناط إثيوبيا دعمت هذه الدولة ودارت معها اتفاقية، والآن إثيوبيا بصدد باش تنقل تما الأسلحة لديك الدولة باش تدافع عنها. مصر كذلك نقلت الأسلحة ديالها للصومال للدفاع عن الصومال. هادشي حنا غير ذكرناه باش نبينوا المشكل ديال مصر مع إثيوبيا، وباش نوضحوا أن المغرب ما عندوش أي نية عندما يدير علاقة مع إثيوبيا، ما عندوش أي نية بالإساءة لمصر الشقيقة. ودائما كنقولوا المغرب لن يكون أبدا ضد أي دولة عربية أو غير عربية إلا اللي سألوا وأساء الوحدة الترابية ديالو ولا المقدسات ديالو بصفة عامة. نتحدث كذلك على إطلاق سراح علي بالحاج، الداعية والمعارض الجزائري كانوا اعتقلوه، ولكن عاود تلقوا السراح ديالو بشروط قاسية: عدم مغادرة العمارة التي يقتل بها. ومعلوم أن علي بالحاج تعرض مرارا وزج به في السجون مرارا لأنه يعارض ويدلي بعض الآراء، يقول بعض الآراء اللي كيشوفها هو من أجل مصلحة الشعب الجزائري، وهو من مواليد 56، وكذلك سبق له قضى 20 سنة في السجن، وكذلك سجن منذ صغره هو، يعني لأنه سجن عدة مرات حتى منذ صغره. في عهد هواري بومدين كان سجن وهو يوزع مناشير ضد الحكم الدكتاتوري ديال هواري بومدين. كاين واحد الصحفي جزائري للأسف الشديد قام واحد العمل جبان وأساء للمغاربة.
إساءة، واحد الإساءة كبيرة للمغاربة، حيث اعتبر المغرب مثل المغرب تايلاند إفريقيا، يعني أسواق النخاسة والفساد واستغلال الأطفال والتجارة بالأطفال، وأنها بلد أكابر أباطرة المخدرات والدعارة والكازينوهات. المغرب قال فيه كل شيء إلا الإسلام. للأسف الشديد أخرجنا من الإسلام، وهذه جريمة والعياذ بالله كبيرة جدا. فكيف سيقول لخالقه يوم لقائه على هذه الاتهامات اللي انت تتهم غير واحد إلا ضربته في العرض ديالو واتهمته بتهمة، أما أن تعمم كل دولة فيها بعض الحالات، كل دول العالم، ولكن هذا باش يعمم الفساد والتجارة في الأطفال المغاربة المسلمين المؤمنين. فهذا الشيء راه مؤسف جدا. كانت القناة الفرنسية أوقفته عن العمل ديالو، لأن كان يدير في واحد القناة الفرنسية واحد البرنامج، أوقفته عن العمل ديالو، وهو لما تحاصر من كل جانب قدم اعتذارا للمغاربة، خاصة بعد لأنه هو صحفي، ومن نقدر نقولوا صحفي، نقدروا بعض المرات بعض الناس ما يوصلوش صحفي، إنما هو في الحملة داخل في الحملة ديال السيد عبد المجيد بون رئيس الجمهورية الجزائرية، اللي حتى هو بدا غير يهضر، وهو في الحقيقة هو اللي راه اتهم، هو في الحقيقة هو اللي اتهم مصر بالخيانة لأنها تغلق الحدود في وجه الجيش الجزائري والجيوش اللي تريد تحرير غزة وتحرير فلسطين. هو اللي يعني أهان الشعب المصري في الحقيقة. وكذلك دائما يطلق تصريحات مثل تصريحات هذا الصحفي أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة في العالم اقتصاديا، وهذا الشيء غريب، وهاد التصريحات ديالو غريبة. ربما خصو شوية ديال الدواء باش ما يبقاش يصرح هاد التصريحات اللي تثير السخرية. وحنا نتمناو الشعب الجزائري الشقيق كل التوفيق، حنا ما ندخلوش في الشؤون ديالو الداخلية، ولكنه هو يطلق تصريحات تسيء إلى المغرب، ولذلك نضطر باش نجاوبه. وكما سبق شرط هذا الصحفي غزار الذي اعتذر المغاربة لأن عنده سلسلة مقاهي في أوروبا، وبدأت تعرف واحد المقاطعة شديدة من طرف المغاربة، لأن أهانهم وسبهم وشتمهم وشتم الجميع، لم يترك أحدا. لأن لما كتقول كل المغاربة الشيء راه مؤسف، ويعني لا يصدر عن إنسان عاقل، لا يصدر عن إنسان عاقل. نتمنوا إن شاء الله باش الإخوان في الجزائر يوليو على الغي ديالهم ويعودوا للصواب وإعادة الأمور إلى نصابها، لأن هذه الهجمات المستمرة عن المملكة المغربية راها ما تدي حتى شي حاجة للمملكة المغربية، لأن المغاربة مصطفين وراء قائدهم طنجة القويرة، قائدهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. وبهذا نختموا هذه الجلسة، ندعي لكم التوفيق والنجاح في المهام ديالكم، والناس اللي كيقراو نتمنوا لهم موسم دراسي جديد، وكذلك الناس ديال الإحصاء نتمنوا لهم التوفيق في العملية الإحصاء اللي غادي تعرفها المملكة المغربية ابتداء من هذا اليوم. شكرا لكم، نتمنى إن شاء الله باش تشاركوا معنا تعليقاتكم انتقاداتكم وآرائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.